الواحد اتفرج على ماتش مصر واليابان امبارح بالليل، وكان عنده امل ان يشوف بارقة امل في الشباب الجديد، بتاع منتخب الشباب، ويشوف هيعملوا ايه قدام فريق المفروض ان هم متأسسين صح ومنظمين زي فريق اليابان. فاتفاجئت بمستوى مغزي بصراحة بطريقة لا يتخيلها احد. ليه؟ اولا اللعيبة دي فيها اسماء كتير احنا نسمع عنها بقالنا مثلا 3 4 سنين كتير جدا. نسمع عن عمر خضر مثلا، هو المحترف بقى المصري اللي في استون فيلا مش عارف ايه وكان عليه خناقه والعقود بتاعته راحت وما لقيناهوش بنلعب. محمد عبد الله اللي تألق مع الاهلي، واكتر اسم معروف هو محمد سيد وكباكا، اكتر اسماء معروفه في المنتخب ده. هتفاجئ ان هو لما كان بيلعب مع الاهلي وكان معروف ان هو بيلعب وينج يمين عشان هو اشول، بيقدر يخش لجوه ويقطع ويخش ويلعب الكوره بليسنج في البعيده والكلام ده كله، ويقدر يعمل الربط مع المهاجم او رقم 8 او الباك اللي بيلعب تحتيه. وده المكان اللي اتألق فيه لانه بيلعب مهاجم وبيتطرف كمان ناحيه الشمال من ناحيه اليمين. محمد السيد موهبه الزمالك اللي المفروض الكل بيتكلم على انه هيجدد ولا لا، والاهلي عايزه والكلام ده كله، وهو مش عايز يجدد الا لما يعني يخلص كاس العالم عشان يشوف هيعمل ايه، وممكن يجيله عقد احتراف. نتفاجئ ان هو قاعد اصلا في الاحتياطي. الوحيد اللي كان شويه ليه شكل في الملعب هو تيبو جابرييل. ليه؟ لأن هو متأسس بره وبيلعب باللعب اللي هو حافظه وفاهمه وعارفه، ويقدر إن هو يعمل بيه شكل جوه الملعب. بيقدر يلعب رقم 6، وكمان بيتطرف كان بيبقى رقم 8 ناحية الشمال أحيانا على حسب مجريات اللعب. المنتخب ده مشكلته الوحيدة هي كابتن أسامة نبيه. كابتن أسامة نبيه أكنه متعمد إنه يخلي شكل اللعيبة داخل الملعب يبقى شكلها وحش. عنده لعيبه بتقدر تعمل ضغط عالي من قدام زي محمد عبد الله، محمد السيد، كباكا ان هو يلعبه شمال ويلعب تحتيه تيبو جابرييل، ومثلا سليم طلب زي ما هو لاعب والكلام ده كله. ونسمع من زمان جدا عن محمد هيثم اللي هو المهاجم الواعد المفروض هو مهاجم الشباب، ومعروف ان هو مهاجم قوي جدا وكان هداف مرحله كبيره من مراحل الشباب. ما لقيناهوش بيلعب اصلا ولا حتى نزل في الاحتياطي. آه، التصفيات والماتشات اللي قبل كده كان عبد المنعم تامر هو اللي بيقف حارس مرمى، ونتفاجئ ان محمد وهب هو اللي واقف حارس مرمى امبارح في الماتش. اي نعم مستواهم متقارب، بس انت لما تدي الثقة لحد بالذات في حراسة المرمى بتكمل بيه عشان هو ده اللي يفضل الحارس اللي معاك، عشان تديله ثقة أكبر ويبتدي هو يبقى الحارس الأول بتاعك عشان أنت تروح بيه من مرحلة الشباب للأولمبي، للمنتخب الأولمبي. فأنت أصلا عندك تخبط في المراكز ومش عارف أنت بتلاعب الناس فين. تخبط من أول حراسة المرمى بتغير فيه، وده مركز أساسي جدا ما ينفعش يتغير. امبارح بتلعب لي سفاجة باك يمين وهو لعيب وسط ملعب، ومش عارف ليه انت عملت كده. لكن مصر كلها ما فيهاش باكات يمين، وحتى لو ما فيش باك يمين ما تلعبش نص ملعب، لاعب مدافع عشان على الاقل خالص يبقى عارف الجزء الدفاعي اللي هو مش هيغلط فيه، على الاقل يعني تاخد منه ال 70% اللي المفروض من واجباته اللي هي الدفاع. يعني 30% بتاعت الهجوم ديت يعني ممكن هيبقى قليل فيها، هيعملها على حسب ما يقدر، بس على الاقل ما يغلطش في الدفاع. نص الملعب انت عمال تقلبها لي كباكا مجننك، مش عارف تحطه قدام عشان يضغط ضغط عالي، ولا تحطه في نص الملعب، ولا ترجعه تالت ورا عشان يبدأ لك الهجمة وتقلبها 3 4 3. اكن في حاجه غلط مشوشه على عقلك يا كابتن اسامه، ان انت عايز تلعب في شكل المنتخب عشان تدي بصمه، ويقولوا كابتن اسامه هو اللي عمل الفريق ده وهو اللي عمل البصمه دي وهو اللي خلى شكل المنتخب ده كويس وهو اللي عمل الفريق ده. وبعدين خسرت كل حاجه، ولا شكل ولا منظر، ولا لعيبه بتلعب في اماكنها، ولا بتضغط ضغط عالي، مغلوب 2-0 وعمال تحلق وراجع 10 تحت الكوره. ايه ده؟ ايه ده؟ انت خايف التالت يجي فيك والرابع؟ ايه الفرق يعني؟ دي مرحله شباب. ما تلعب يا كابتن، العب. العب وخلي الناس تنقل كوره ويطلعوا مع بعض ويبقى في هارموني كده ما بينهم وتعمل جمل والكلام ده كله. انما تلعب ناس في غير اماكنها، بتلعب بطريقه غلط، مغلوب 2-0 وراجع 10 تحت الكوره واول ما الكوره تبقى معاك تقلبها 3 4 3 وانت بتدافع تدافع 4 4 2. في ايه يا كابتن؟ ايه كل المهام وكل اللخفنه اللي جايه في دماغك دي على شويه عيال صغيره انت مش عارف حتى تمشيهم صح ولا عارف تحطهم في اماكنهم الصح؟
انا بره اهو وبره الكوره خالص. انا قلت لك اماكن الناس دي في اماكنها الصح، وانا ما شفتهم مره ولا مرتين ثلاثه بيلعبوا. انت متعايش معاهم دايما. حرام. حرام الكوره يعني تبقى مداره بالفهلوه في مصر. ده شكل مغزي لمنتخب المفروض ان هو ده المنتخب القادم لمصر، او هنشوف منه العناصر المهمه اللي ممكن تفيدنا. ما اظنش المنتخب ده هيطلع منه اكتر من 2 او 3 بالكتير، او ممكن يفيدونا، ده لو اصلا طلع منه. فحرام والله. بصراحه كابتن اسامه نبيه، يعني مش عارف اقول لك ايه. حرام اللي انت عملته في الماتش امبارح ده. ان شاء الله الشكل يتحسن في الماتش الجاي.